هذا الرسول معاملته للمنافقين هذه المعاملة احتراما لما أظهروه من كلمة الإسلام، ومع ذلك يظل المنافقون في حربهم لنبي الإسلام وللإسلام. يعرض الله هذه المسألة في 13 آية. إذا قرأت أي آية منهم تجد خصلة من خصال النفاق تظل موصولة في المنافقين إلى أن تقوم الساعة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه أول حاجة. من الناس من يقول آمنا بالله. انظروا إلى دقة الأداء أيضا هنا. قد يقال إنه ليه ومن الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر، لا، ومن الناس من يقول إيه؟ بالله وبي، مش واليوم الآخر، وباليوم الآخر. جعل له متعلقا جديدا، فكأن ده له إيمان بداية ودي له إيمان النهاية. يبقى أخذوا الإيمان من قوسين ومن طرفي، الإيمان الابتدائي اللي هو إيمان بالله، والإيمان النهائي اللي هو إيمان. ما فيش أكثر أحسن من كده بقى، كلام طيب قوي. انظروا هم قالوا إيه؟ نحن مؤمنون بالله وباليوم الآخر، حتى يقول الله في الرد عليهم وما هم بمؤمنين، إنما قالوا آمنا. كان القياس في الرد أن يقول إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا. إنما دقة العبارة قال وما هم بمؤمنين، ليدل على أن الأمر وصف لازم لا حدث متغير. نعم، كان لو قال آمنا يمكن احنا ما آمناش قبل كده، إنما وما هم بإيه؟ وما هم بمؤمنين. وكلمة يقول ومن الناس من يقول، ما قالش يشهده. يبقى إذن فيه قول بالإيه؟ قول باللسان. وكلمة وما هم بالمؤمنين غير مطابق للجنان، لأن الحتة اللي جوانية دي من يعرفها؟ والحق سبحانه وتعالى هو الذي يعرف. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم إيه؟ بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى إذن يجب أن تكونوا يقظين، لأنكم انتم لو خدتم بالكم من كلامهم الذي يواجهونكم به لعرفتم مدى نفاقهم ومدى كذبهم. تيجي تقول طيب الله كان يطلع رسول الله على المنافقين، واحنا من يطلعنا؟ لقد اطلعنا رسول الله واعطانا الامارات الداله حتى نقيس تصرف المتصرف على ضوئها. معيار قال ايه؟ آية المنافق 3: اذا حدث كذب، واذا وعد، واذا اؤتمن. تبقى دي المقاييس اللي كل امه محمد تعرف. ليه؟ أم قال لك لأن لما واحد يكذب، معنى يكذب يعني إيه؟ الكذب شوية عايز نوسع شوية كده فيها. في حاجة صدق وحاجة اسمها إيه؟ كذب. أولا النسب اللي الإنسان يتكلم بيها، فيه نسبة كلامية اللي تسمعها مني. قبل أن تكون نسبة كلامية صدرت من فمي وجدت نسبة ذهنية قبل أن أتكلم. النسبة الذهنية دي لها واقع قبل أن توجد في ذهنك ولا ملهاش واقع؟ بس أنا أريد أن أقول محمد مجتهد، قبل أن تسمع مني محمد مجتهد دار في ذهني شيء اسمه محمد وشيء اسمه اجتهاد، ونسبت الاجتهاد لمين؟ في ذهني، وبعدين قلته لك.
طب قبل ما تيجي النسبة دي أكان هناك واقع واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح قبل ما تيجي النسبة دي؟ نقوم نقول له ايوه، اقول اهو ده الصدق. يبقى الصدق هو ان تتطابق النسبة الكلامية الصادرة بعد النسبة الذهنية مع الواقع الذي سبقها، ده يبقى اسمه ايه؟ صدق. فان كانت النسبة الكلامية دي اللي صدرت بعد النسبة الذهنية ملهاش واقع قبلها، يبقى ده الايه؟ الكذب. معنى الكذب يبقى ايه؟ انه لا واقع، مش كده؟ لكنني تكلمت لا واقع في الوجود يعني، وان كان له واقع في اللفظ. يبقى في حاجتين اتنين ولا لا؟ ما فيش واقع في الوجود انما في واقع. انا قلت محمد مجتهد وبعدين في الواقع ما فيش محمد ولا مجتهد، يبقى حاجتين اتنين. اقول لك اهي ده الكذب. طب ما هو ملتقي مع النفاق، لانه هو ما شهدش ان لا اله الا الله وقال بلسانه لا اله الا الله، ما فيش واقع رصيدي في ايه؟ في قلبه. يبقى ده كذب ولا لا؟ يبقى ادي علامه اهي، وعلامه منطبقه مع واقعه ولا لا؟ يبقى اذا الكذاب منافق ولا مش منافق؟